البلاغ اللي جالنا دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم. قال ايه؟ بيطلع لهم العفاريت. ايوه يا فندم، ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلاغ. تمام يا فندم، لقينا الاتنين مقتولين. تمام سعادتك، هجيبه لسعادتك. حاضر يا فندم، حاضر. انت ما رضيتش تقابلني ليه لما جيت لك؟ ما كانش مكتوب لي اقابلك. وديني قابلتك وغصب عنك. بقت لي ناس مالها الذنب. ما كانش مكتوب لهم يعيشوا، واحمد ربنا انها جت لحد دول وبس يا شيخ خلف. ولا تحب اقول لك يا باشمهندس حسن، ابوك الشيخ عبد العزيز شيخ جامع، وبلدكم المنظره مركز منفلوط، صح؟ ومراتك وولادك يا عيني ماتوا في حريقه، وانت يا حرام ما استحملتش، خدت في وشك من جامع لمقام لزاويه اكمل؟ كملي. مش مهم التفاصيل، أنا بس حبيت أعرفك إني أعرف عنك كل حاجة، حياتك كلها عندي. بس باين عليك طيب وغلبان قوي يا راجل. حد يبقى عنده نعمة زي دي ويروح يقعد في المدافن؟ ويا ريتك عارف تقلب رزقك فيها، إلا واخداك الحنية قوي على الغلابة، بتعالجهم ببلاش. انت عايزه مني ايه؟ عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة، وبعدين نتكلم. أسيبك على خير. خير شر اللي رايده ربنا. بعدين معاك يا زمان أنا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني، أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن أنا مثل عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتثل واقول مسير ويكن.
اتفضل يا شيخ خلف. شاي ولا عصير؟ ميه. هتحتاجها برضو. خد شوف كاتبين عنك ايه. البوليس قلب الدنيا عليك وانت مستخبي هنا. ريح روحك، مش هتقدر تأذيني. مهيون اليهودي طلسمك نجش على جلدك وما سابش سنتي واحد. يعني ما تتعبش روحك. بقول لك ايه، ما تروح تاخد دش وتغير هدومك وتروق كده شويه، عندنا شغل كتير قوي. بقول لك الشيخ ده مش سهل، ده غير اي حد اتعاملنا معاه قبل كده. هيعرف ينجز يعني يا زهرة؟ الدنيا غمقت على الآخر. ان شاء الله هنوصل، انا متاكده اننا هنوصل. يا اهلا يا اهلا، اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلوا. ها. في شيخ بقى؟ فكونا من التخاريف هذين. اخوك ورا البضاعة في زراديب وراها في بطن الحوت، أنا ماليش دعوة، أنا ليا اللي دفعته يرد لي بضاعة، يرد لي قروش، المهم يرد لي. هترجع ان شاء الله، هترجع وباذن الله بعد اسبوع واحد كل حاجه هتبقى تمام. حاجة بتقول أسبوع يا حاتم بيه؟ ها؟ كمان أسبوع إن شاء الله، أقل من أسبوع كمان. البنوك بدأت تحجز على الشركات وعلى المصانع. أخويا قادر الله يرحمه كان الله يرحمه، حسابه عند ربنا وحسابنا احنا معاك انت. الأسبوع نخليه 2 وهوك يبقى واجبك خلص. ثانية. ألو. أيوة فريدة. إيه؟ طب ليه ما كلمتيش الدكتور شوقي؟ طيب أنا جاي خلاص، ما تقلقيش، جاي. سلام. هضطر أمشي. كريم ابن فريدة تعب بس شوية. خدني على سكتك يا حاج. اتفضلي. ربنا يشفيه لكم. يا رب. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سلام،
هي اللي طلبتك؟ بتقول ايه؟ هي اللي قالت لك؟ تعبان قوي؟ لا، ده انا بقى اللي هاجي واطمن عليه. مع السلامه. ما هو بص بقى، انت لازم تفهمني هنسدد الديون اللي علينا دي ازاي؟ يا ستي هنسدها. ما تشغليش بالك انتي وشوفي لنا حاجه نشربها. فاتن فاتن، نعم يا هاني. 2 اورنج جوس. حاضر. وحاتم خلاص ضمن انه هيكوش على كل حاجه؟ مش هيلحق. انت بتتكلم كده زي ما يكون عارف حاجه ومخبيها عليا. ايه، فريده قفشت على حاتم؟ وفرضي. ما هو انت دايما ما هو ايه يا رانيا يا حبيبتي، بس ما توجعيش دماغك انتي واشربي العصير. رايحه فين يا طماطم؟ هطمن على كريم. لا، طالما هتطمني على كريم يبقى نطمن عليه سوا. ايه، نقعد نشرب العصير مع بعض. لا يا حبيبتي، اشربي انت العصير وانا هبقى اجي اطمنك. يلا نطمن على كريم. ما بتاكليش ليه؟ هاكل اهو يا حاج. حج ايه؟ قولي يابا، مرة الغالي تبقى بنتي، فاهمة ولا نعيده تاني؟ حاضر. يا عم الحاج. مين يلا هتخبط؟ انا حسين يا عم الحاج. اخو حسن. ادخل يا ولد. مصيبة يا عم. حسن متهم بقتل 2 وبيدوروا. مين دي يا عم؟ ملكة صالح، ضيفة هتقعد عندي يومين لحد ابوها ما يعاود. يعاود منين؟ انت حشري ليه؟ انت شايف ايه ولا فيه؟ خليك في الخربطة اللي هتقولها دي. اهي يا عم، اهي صورته اهي. ايوه يا دكتور شوقي، اتأخرت ليه؟ طب ممكن لو سمحت تيجي بسرعة؟ لو سمحت. وبعدين يا فريدة، هينفع اللي انت عاملاه ده؟ ولا انا في ينفع؟ مش قادرة ألمس ابني. معلش، الصبر. أنا كلمت الدكتور شوقي وهو جاي دلوقتي حالا. أنا كمان كلمت الدكتور شوقي من ساعة وقال إن هو جاي حالا. على ما يجي بقى هيكون كريم. فريدة، وبعدين مش عاوزين الأفكار السوداء دي. إن شاء الله كريم هيبقى كويس. مش قادرة، مش قادرة، تعبت. خلاص تعبت وابني تعب والله، مش قادرة. سيبت أعصابنا يا دكتور. اتأخرت ليه كده؟ خير بس يا حاتم، ايه اللي حصل؟ كريم ضغطه وطي وحرارته ارتفعت جدا. ده من امتى الكلام ده؟ من حوالي ساعة كده تقريبا.
يا رب. اتفضل يا شيخ خلف. خد دي كده من ايدي. بعدي. اديني بعدت خالص اهو. شيخ خلف، الحكايه فيها رزق جامد قوي. حاتم ناوي يديلك 1,000,000 جنيه مكافأة، ولو اني شايفه انك تستاهل اكتر، لكن مش مهم. 1,000,000 جنيه ناخدهم، مش قليل. ولا 10 مليون ما يلزمونيش في حاجه. لا هلبس جلابيه فوق جلابيتي ولا هاكل لقمه اكتر من اللي قسمها لي ربنا. بص بقى، ما انا مش هقدر اجيب لك اكتر من 2 مليون. تمن دم زينهم ومتولي. شيخ خلف، ما تطمعش. صحيح احنا محتاجين لك، لكن خليك حنين معانا. ده اول بيزنس بيني وبينك، يعني نهدي اللعب ونشتري بكره. و2 مليون مبلغ مش قليل. 2 مليون مبلغ مش قليل. معاكي حق. يبقى اتفقنا. نقوم بقى نروح للناس اللي مستنيين. يلا يلا يا شيخ خلف. يا ساتر، ده انت صعب قوي، بس قلبك حنين. اغير هدومي. هي فريده طمنيني، الدكتور قال لك ايه؟ خير ان شاء الله. الدكتور شاف التحاليل اللي انتوا عملتوها؟ شافها، ولسه مش باين حاجه ومحتاجين نعمل تحاليل تانية. يا حبيبي يا كريم، لا لا لا، انا مش قادره. بص، الله يكون في عونك يا فريده. يا اهلا بالشيخ خلف، يا اهلا بالبركه كلها. اتفضل. اسمع بقى، انا ضيعت وقت كتير وما عنديش وقت تاني عشان اضيعه. انا هديك 10 مليون بس تنجز. انجز ايه؟ انت سمعت عن قدر اخويا الله يرحمه؟ مش مهم. قدر عمل فصل بايخ قوي، مات فجأة. كان مخبي اوراقه وتجارته وذهبه وفلوسه وكل حاجته في مخزن هنا في الجبل. المشكلة بقى ان المخزن ده طريقه كله ألغام، وما كانش حد يعرف يطلع ولا يخرج غير اخويا الله يرحمه. مش هخبي عليك، جبت مشايخ كتير، منهم اللي ماتوا منهم اللي ما عرفش يعمل اي حاجة. بس انت الظاهر عليك زي ما بتقول زهرة انك اصلي يا شيخ خلف. 50 مليون جنيه، وقبل ال50 مليون براءتي تطلع في كل الجرايد. انت طمعت يا شيخ خلف، وده يخليني اتعامل معاك بطريقة تانية مش هتعجبك.
ايه يا حاتم؟ زعلت من كلام الشيخ خلف ولا ايه؟ زعلت، ده تقريبا شتمني. زهرة هاني مبلغ البيه ان كلمتي واحدة، ولو عقلكم صور لكم انكم تقدروا تضروني انا كمان اقدر اضركم، وطريقنا انقطع لحد كده. ايه يا شيخ خلف؟ هتروح فين؟ احنا هنا في هو عليكم مش علي. ولو رجالتك عايزين يطخوني يوروني الشجاعة. يا شيخ خلف جرى ايه؟ البيزنس اتفاق. اقعد. احنا عاوزين نقرب المسافات. نقرب مسافات ايه يا زهر؟ هو المخزن فيه كام 50 مليون لما هو لوحده عايز ياخد 50 مليون؟ 50 مليون لوحدك يا خلف؟ ده انت في التراب كنت يا دوب بتتحصل على 100 جنيه. كل برغوت على كد دمه، وانتوا دمكم غالي عندي قوي، ولا انت عندك حديد تاني؟ اسمع، هزودك عليهم 5 مليون. انا اللي عندي قلته. الحقيقة بقى العرض اللي بيعرضه حاتم بيه محدش يحلم بيه. ده انا لو جبت كل الصحراء اللي من المغرب. مهيون اليهودي مات. مين مهيون اليهودي ده؟ ما تاخدش ببالك، ده واحد كده واصل في الساحة. الاسود زي نهايته اروح اصلي. انت جبت منين المجنون ده؟ مجنون؟ ده مجنون؟ ده ماستر كي. ماستر كي ايه بس؟ 50 مليون يا زهرة، ده بيحلم. ما انت هتحط ايدك على مليارات. انت كمان هتمشي في سكته يا زهرة، دي فلوسي، هي ورق كوتشينة. بصي فهمينه كده داخل شمال. اللي قول لي يا شيخ خلف، 50 مليون اللي انت عايز تاخدهم دول ناوي تعمل بيهم ايه؟ وهي الفلوس هيتعمل بيها ايه؟ لا الفلوس بيتعمل بيها كتير، بس مش مع واحد جايبينه من القرافة. خلاص نعاود على القرافة. تعود وانت ميت ان شاء الله. ربنا اللي يعلم مين فينا اللي حي ومين فينا اللي ميت. الظاهر ان مراتك وحشتك وعايزها جنبك. شوف، في الصعيد عندنا انت وكل اللي حواليك دول ما تعرفوش تلمسوا عيلة صغيرة وسط اهلها. جرب. ايوه عايز بيه لسه داخل دلوقتي بيطلب الحسابات. شكرا حاتم بيه؟ ايوه. وماله يا صبري؟ خليه يشوف كل اللي عايز يشوفه. طيب سلام. ايه ناوي تعمل ايه؟ سيبيه كام يوم كده مرمي. بقول ايه؟ طب ما تكسبه وتدفع له. لو فاكره ان اللي اسمه خلف ده هيطول مني 10 مليون يبقى لسه بدري عليك. انا اللي يلزمني من خلف ده انه يعدي بيا المخزن، وساعتها هقول له شكرا. طب ما دام كده مش ناوي تدفع له كنت وافق على 50. يشك، لازم يحس ان طلبه صعب وانه لاوي دراعنا. سيبيه كام يوم كده مرمي. سلام.
بتحب الجمبري يا شيخ خلف؟ كلها نعم ربنا. طب اتفضل كل بألف هنا وشفا. ماليش نفسي دلوقتي. انت ليه منشف دماغك قوي كده؟ ما كنت قبلت اللي قالك عليه حاتم بيه؟ انت واثقه من كل حاجه. ابقي تحججي وانت هتبصي للي قدامك. حاتم بيه كلمته واحده. حاتم بيه القرش سيده، يروح وراه مطرح ما يروح. زهرة هانم، تعرف الحية بتغير جلدها كم مرة في الحول؟ وبتغيره ليه؟ عشان داق عليها هيخنقها. وفي برضه خلايق بتغير جلدها. انت غيرتي جلدك كم مرة؟ طبعا ما تعديش. شوف يا شيخ خلف، انا ما انكرش انك تفرق كتير عن اللي في سكتك، لكن خد بالك الموت ما يغلبوش غلاب، والرصاص ما فيش اكتر منه. يعني ما تلعبش مع ناس ما تعرفش اخرهم. كل يا شيخ خلف على قد نفسك. كل شيل البراجع يا دنيا، تعالي وش الوش. انا بعرف الماضي وانتي بتعرفي الآتي. شيل البراجع يا دنيا، مش لازم نغش. ساعدينا انزل حمولي، تعبوا كتافاتي. الناس مقدرة اللي حصل لقدري بيه، بس دي مصالح يا باشا، انت أدرى. هانت يا شيخ مهيوب، بس انت برضه لو كنت تعرف سكة المخزن من الأول كان زماننا خلصنا. قدري بيه ما أمنلكش وانت أخوه، يبقى هيآمن لحد تاني. أنا دليتك على المطرح وانت عليك تدخل. مطرح ايه يا شيخ مهيوب؟ دي صحراء ومليانة ألغام، وانت لا عارف شرقها من غربها. حاتم الشيخ خلف هيعرف، أنا متأكدة. السوق عطشانة بقالها مدة والحكومة مش دريانة. انت لو نزلت الحاجة اليومين دول هتطول الرقم اللي انت تريده.